ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ولا مش بخير مش هتفرق. النهارده هكلمكم عن ترافيس، بطل حلقتنا النهارده، اللي مسك بنت قطع لها شعرها ومزق لها انفها ومزق لها شفايفها وقطع حتت من صوابعها. وجريمه قتل؟ لا مش جريمه قتل. مين ترافيس اصلا؟ ترافيس القرد يا صاحبي. ايوه بطل حلقتنا النهارده قرد. وزي ما قالوا في الامثال، كل ما تسقف القرد كل ما هيفضل يتنطط. بص يا سيدي، ترافيس هو قرد شمبانزي. صاحبته ساندرا اول ما شافته اول ما اتولد قالت بس، وقفشت فيه وقالت له ربنا لا ربيه، وما كدبتش خبر. خدت القرد عندها وهو صغير وقعدت بقى تعلمه وكانه ابنها بالظبط. قعدت بقى تعلمه ازاي يغسل سنانه، ازاي يفتح الكمبيوتر، ازاي يفتح التلفزيون. قعدت تعلمه بقى ازاي يلبس ملابس ويقلعها ويسقي النباتات وتناول الطعام على المائده. ده وصلت بيها الدرجة إنها تعلمه سواقة السيارات. ده يجور عربية يا صاحبي زيه زي أي سواق عربية محترف. لحد هنا والدنيا تمام. كانت بتجيب له ألعاب وتظبطه والدنيا تمام. كانت ليها صاحبة اسمها قرية. قرية دي جت تزور صاحبتها ساندرا زي عادتها في يوم من الأيام. فلقت القرد قاعد لوحده وصاحبتها مشغولة. قالت تلعب معاه. جميل الكلام، عظيم الكلام. قامت قالت له بقول لك إيه، تعالى يا ترافيس اقول. فترافيس جه جري عندها على طول، تقريبا كان بيكرش عليه. المهم ترافيس جه، قامت قالت له شايف الدميه دي؟ الدميه دي ده بدوم محشي بالفايبر، دميه عروسه زي اي لعبه. لما بتاخد اللعبه من العيال بيحصل ايه؟ يبدا يرفص ويعيط في الارض. قالت له الدميه دي بتاعتي انا هاخدها. هي قالت كده من هنا، والواد ترافيس اتجنن من هنا. مسكته الجنون ومسك صاحبتنا كارلا بقى وهاتك فيها يا مزق يا شحت يا بص، قعد يقطع فيها في كل حته. مسك صوابعها عضها عشان تسيب الدبدوب، سابته وهي سابته وهو مش مصمم انها سابته. كل اجزاء من صوابعها وقطع شعرها وقطع انفها وقطع شفايفها. وبص قعد يمزق فيها زي ما هو قاعد يتمزق كده. جت صاحبتنا ساندرا سمعت سويت من جوه جن. قعدت تحاول تزق القرد مفيش، مسكت له السكينه وحاولت تهدده وقعدت تخبط فيه بالراحه كده ان هو يبعد مفيش. لغايه ما اتصلت بالشرطه والشرطه جت وهو لسه بيقطع في عمتنا كارلا ومصمم ما يسيبهاش. يا عم ما الدنيا بتاعتك ايه، ما تاخدها وسيبها بقى، سيب البت عشان نلحق نعمل فيها اي حوار. مفيش، نازل فيها تقطيع لغايه ما الشرطه اضطرت تضرب عليه الرصاص. ومن هنا في 2009 مات ترافيس. انا اللي زعلان عليه ان هو كان بيغسل سنان واحنا لغايه دلوقتي ما بنغسلش سناننا. يا ريتنا كلنا نبقى ترافيس ونغسل سناننا بالليل قبل ما ننام. يلا سلام.